جوزي دخل عليا وقال لي اتحداكي تعملي البنت البيضه القمر لهطه القشطه دي. قلت له تتحدى مين؟ طبعا هكسب التحدي وهوريك كمان. رحت جايبه المرطب بتاعي وقلت له انت ما لقيتش غير سمر بتاعه العشق الممنوع وتتحداني؟ انا اصلا صحابي كلهم بيقولوا لي ان انا شبه سمر جدا بتاعه العشق الممنوع. المهم بقى رحت جايبه الفاونديشن بتاعي وابتديت ان انا اوحد لون بشرتي زي ما هي بشرتها موحده كده وحلوه وبتلمع زي الازاز. وبعدين قلت انا حاسه ان في حاجه ناقصه، حسيت ان انا لون عينيا مش شبه لون عينيها قوي يعني. رحت جايبه العدسات بقى يا جماعه ورحت حطاها في بقي كده علشان خاطر اعقم العدسات طبعا، ورحت لبستها. العدسات دي نفس لون عيون سمر بالملي اهو. ورحت جايبه الكونسيلر ومكنسله التاتو اللي انا كنت عاملاه في حواجبي ده عشان ارسم حواجبي شعره شعره، لان سمر الميك اب بتاعها رقيق جدا، يكاد تكون ما بتحطش ميك اب، وكمان حواجبها رقيقه قوي ما فيهاش اي حاجه خالص، اللي هو مسرحه حواجبها بس مش اكتر. وابتديت ان انا ادمج الكونسيلر وادمج الفاونديشن زي ما انتم شايفين كده عشان ما بينش ان انا حاطه مكياج خالص، لان هو عايزني ابقى شبهها من غير مكياج ولا الكلام من ده. وجبت البلاشر بتاعي وابتديت ان انا احمر كده خدودي عشان تبقى خدودي مورده كده ومحمره. وابتديت بقى ان انا اخلص كده بسرعه بسرعه. ما انا عايزه انجز يا جماعه، هو مديني وقت وقايل لي في 10 دقايق او اقل من 10 دقايق تكوني سمر بتاعه العشق الممنوع، وانا عملتها له في 4 دقايق بس. انتوا متخيلين الانجاز؟ المهم كده ثبت بالبودر وابتديت ان انا ارسم الحواجب كده خفيف خالص، شعره شعره زي حواجبها كده بالظبط اهو. بصوا هعمل اهو هنا شعره شعره كده علشان خاطر تطلع الحواجب رقيقه خالص زي حواجبها. هي مش واقفه قوي زي حواجبها، بس يعني حاولت ان انا اظبطها بقدر الامكان. ايه رايكم في ظبطه الحواجب؟ تحفه صح؟ وبعد كده جبت اي شادو بقى اللي هو اللون البني الخفيف قوي ده اللي هي بتحطه فوق عينيها، وبعدين ابتديت اتقل باللون البني على الكونتور بتاع المناخير. احنا ما عملناش كونتور خالص في اللوك ده لو تلاحظوا، عملت حاجه بسيطه خالص 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 كده، مش هكنتر وشي ولا اي حاجه لان هي وشها مدور اصلا. وجبت بقى الكونتور اللي هو البني ده حطيته فوق عينيا، وجبت كده شويه باودر سودا، اي شادو باودر سودا بسيطه خالص، نفخت فيها كده ومسحت بس كده فوق العين من الاخر، كورنر العين من الاخر اهو شايفين في اخر العين، وخدت الاسود ده تحت العين وضحت بيه بس العين. وهنا بدمج كويس قوي الكونتور مع البلاشر، بدمجهم مع بعض. وجبت الهايلايتر لمعت كده المناخير ولمعت كده البشره بقى، وخليت البشره كده كانها فيها نضاره ومش حاطه اي نقطه مكياج خالص. بعد كده بقى هجيب الرموش وابتدي ان انا البس الرموش، وهجيب برده رموش رقيقه قوي لان هي ما كانتش اصلا بتحط رموش، هي كانت حاطه مسكره حلوه قوي، فانا مش عايزه الصراحه احط مسكره، فقلت هركب الرمش الخفيف اللطيف ده. بصوا شايفين اهو الرمش ده انا شايفه انه مناسب جدا. وهحط بقى في اول العين كده مدمع العين هايلايتر كده، وهظبط الخط بتاع الرمش مع الايلاينر خفيف عشان ما يبانش فرق خط الرمش عن العيون. وكده ابقى خلصت اصلا. بصوا شديت العين كده زي ما انتم شايفين، وجبت الليب جلوس ده علشان خاطر احط درجه الروج اللي هي كانت حطاها واظبطها كده. بس كده المفروض ان انا كده خلصت. انتم متخيلين يا جماعه؟ بنضف بقى كده التنظيفه الاخيره دي بتاعه اللوك. خلاص اهو نضفت كده كويس قوي كده، عملت اللي عليا وزياده كده، بقيت سمر يعني ببصم بالعشره اهو. هروح بقى بسرعه اوري جوزي عملت اللوك بسرعه واقول له ايه رايك في سمر. لو عجبكم اللوك قولوا لي رايكم، تدوا له كام من 10. بحبكم قوي، باي باي.